ما كان عليه أن يفعله الأرسنال هو أن يكسب، ما كسبش. اسمع بقى كمية الناس اللي طالعة تتكلم وتقول لك ده المشاكل والحكام وكمية أرقام طالعة، إيه الحوار ده كله؟ اسمع بقى الأرقام بقى. أول حاجة اللي سجل الجول الأولاني هو اللي كان يستاهل الطرد في الدقيقة 6 عشان دي مش سوفت، عشان أنا ما شفتش حاجة بالغشامة دي قبل كده، دي طرد بصراحة يعني. هو بقى ما اتطردش ودخل جول، يعني فاهم؟ هي العكس على طول. والجول التاني ساندرلاند هو يعني لو ما كانش جون كان هيبقى ضربة جزاء، لأن هي بصراحة مش شايف إن هي فاول على جابرييل، لأن هو كان ده مطلع ميتين أهله هو كمان، فدي يعني يعتبر ما فيش حاجة مشيها جون يعني. ديفيد رايا اول مره يستقبل جون من 451 دقيقه، ايه الارقام دي؟ ارسنال اول مره يستقبل في الموسم ده جونين في ماتش واحد. ايه يا شباب، ما شاء الله يعني، عين عليكم بارده يعني، ولا مش ما شاء الله عادي. الارقام برضو الجميله قوي ان ساكا حط جون النهارده، وده الجون الثالث ليه في الموسم. ساكا اللي الناس طايره بيه في السما بيقول لك ده لعيب ما حصلش، جاب 3 جون بس. انا شايف ان ارسنال تعادل عادي يا جماعه، والله العظيم عادي. واللي ماسك بعد اذنكم الكراسي الموسيقيه بتاعت الدوري دي يهدى شويه، عشان في الاول كان المركز الثاني كان مانشستر يونايتد لما كان كسبان توتنهام، بعد كده توتنهام كسبوا فبقى هو المركز الثاني، بعد كده هم تعادلوا فبقى مانشستر سيتي المركز الثاني، وبعد كده ساندرلاند جاب الجون في ارسنال الاول فبقى هو المركز الثاني، ودلوقتي تشيلسي كسب فبقى هو المركز الثاني، لحد ما مانشستر سيتي يلعب بكره عشان ممكن يبقى هو المركز الثاني. ايه يا جماعه، ما تصلوا على النبي بقى، في ايه؟